يا مساء الجمال. معاكي قناة سوزي كيتشن. لو أول مرة تشوفي قناتي ياريت تشتركي في قناتي وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد من وصفاتي. النهاردة هنعمل مع بعض كفتة الفراخ أو شيش كباب، طريقة سهلة وبسيطة ومكونات بسيطة جدا، وهتطلع معاكي طرية وطعمها حلو قوي، والنتيجة في منتهى الجمال زي ما انت شايفاها كده، متماسكة وحلوة قوي. يلا نشوف مكوناتها ايه. عايزه اول حاجه عايزاها معاكي، انا عايزه كيلو فراخ بانيه مقطعه، انا جايباها قطع يعني على بعضها، فراخ صدور على بعضها مقطعاه. وعايزه 200 جرام ليا او دهن. عايزه بصل، فلفل احمر حامي، فلفل الوان، والفلفل الحامي تقدري تستغني عنه، بقدونس مقطع صغير، عايزه بودره بصل، بودره ثوم، بهارات فراخ وبابريكا وملح وفلفل اسود. عايزه معلقتين نشا كبار وبيكنج باودر، وده مهم جدا في الوصفة دي. نبدأ بقى بسم الله، نحط الخضار في قلب الكبة بتاعتي، وطبعا نطحن الخضار مع بعضه كله. بس خلاص اهو اتطحن. اجيب بقى بولة ومصفى واصفي الخضار ده. طبعا المية اللي هتنزل منه انا عايزاها، مش هرميها. خلاص كده. بصي بقى المية دي هركنها على جنب ووريكي بقى انا هعمل ايه. طبعا اول حاجة هطحن الفراخ. انا هبدأ بجزء للفراخ اطحنه. طبعا الفراخ سهل قوي في الطحن، هتطحن معاكي بمنتهى السهولة اهو زي ما انت شايفة كده. هكمل بقية كمية الفراخ كلها بعد ما اخلص الفراخ. طبعا اطحن الدهن لوحده اللي هو اللية، وده بيديها نتيجة فظيعة بجد، زي الكباب، بيبقى طعمها حلو قوي وبيخليها طرية جدا. اهي بصي الطحن كويس قوي. ودي الفراخ بعد ما طحنتها كلها، احط بقى عليها الدهن اللي انا طحنته وكل المكونات، انزل عليها بالخضار اللي طحنته على بعضه والبقدونس والنشا وكل التوابل بقى. انا ما بحبش توابل كتير، بس مستخدمه التوابل اللي انا قلتلك عليها بس، والملح والفلفل، وما انساش معلقه البيكنج باودر، لان هي اللي بتخلي لي الوصفه دي طريه جدا وجوسي، يعني ما بتبقاش مكتومه. بس خلاص كده ادخلها التلاجة شويه عشان تتشمع مع بعضها واعرف امسكها. الخلطه اللي نزلت من الخضار او السائل اللي نزل من الخضار، احط عليه ملح وفلفل ومعلقه صلصه وشويه زيت، واقلبهم كويس قوي مع بعض. او ممكن تحطي سمنه بدل الزيت، بس انا عشان حاطه فيها دهن فقلت بلاش سمنه، استخدم زيت، والنتيجه الاتنين حلوه. خلاص كده خرجت الكفته بتاعتي من التلاجة. هجيب صينيه احط فيها ورق فويل، وطبعا دهناها زيت فوق الورق فويل، دهناها زيت. بس اجيب بقى الاعواد بتاعه الشيش تاووك او الكفته، واعمل بيها عادي خالص الكفته زي ما انت شايفه، وادهنها وانا بعمل بالميه دي، الميه اللي انا حطيت عليها زيت وصلصه وتوابل وقلبتها جامد. تمام اهو. اكمل بقى بقيه الكميه، سواء كنت اعملها بالطول او بالعرض، اخلص الكميه كلها زي ما انت شايفه. اجيب باقي السائل ده وادهن بفرشه كده. اكون طبعا مجهزه الفرن على الرف اللي في النص، درجة حرارة متوسطة، مش عايزاها حامية قوي. من تحت اولع الفرن من تحت وادخلها وبس. خرجتها بالظبط ما اخدتش 10 دقايق في الفرن، طلعت متماسكة وحلوة قوي زي ما انت شايفة كده. بصي الاعواد شكلها حلو قوي اهي، وطبعا مليانة خضار، والنتيجة بتاعتها في منتهى الجمال، وطبعا طعمها خطير. بس عملت معاكي الكفتة بكل سهولة. احط لها بقى فحماية بعد ما خلصتها، وحتة سمنة، واغطيها بغطا وعليه فوطة عشان اكتم الدخان كله تاخد ريحة الكباب. وقدمتها، وزي ما انت شايفة شكلها حلو قوي. هفتحها معاكي عشان تشوفي شكلها من جوه، فاتحة ومليانة خضار وطعمها يجنن. واللي يجرب وصفتي بألف هنا وشفا ليه.